معقل بن يسار رضي الله عنه صحابي جليل ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما من عبد استرعاه رعية ثم لم يحطها نصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن من ضمن هذه الفوائد التربوية أن مسؤولية الإنسان لا تقتصر على ما يتعلق بالحماية وما يتعلق بالإطعام والشراب والسكنة وغير ذلك، وإنما تتعداها إلى أن يحيط الإنسان من يعول بنصحه وتوجيهه، كما أنها ليست مقتصرة على توجيه الأوامر من طرف واحد، وإنما نصح. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي هي فيها معاني الرحمة، الشفقة، الرقة، الحرص على الآخر. لم يحطها بنصحه بمعنى أنه لم يكتفي فقط بالتوجيهات والأوامر، وإنما يبين مآلات الأمور لمن هم معه من الجماعة، سواء كانوا موظفين أو في عائلة أو في رحلة أو في مدرسة أو في أي مكان. عليك أيها المسؤول أن تتقي الله أولا، وأن ترعى هؤلاء بنصحك وتوجيهك وحسن تدبيرك. ثم لم يروح رائحة الجنة، معناها لم يدخلها مع الداخلين، وليس هذا تكفيرا له مطلقا، والله أعلم.